ليه الإحساس بالذنب بيخلينا نرجع ناكل أكتر؟ الأكل العاطفي. إزاي أكسر دايرة الأكل؟ بعديها ندم، بعديها أرجع آكل، بعديها أرجع ألتزم دايت، بعديها يجيلي تاني إحساس بالأكل العاطفي فأرجع آكل وألخبط وأندم وأفضل في نفس الدايرة دي مخرجش منها، وميزاني يزيد ويجيلي إحباط وبطل دايت خالص وابدأ آكل بقى على مزاجي ويزيد ميزاني بال20 وال30 كيلو. هرموناتك مش ضدك، مش ضعف شخصية منك، أوقات بتبقى هرمونات. لازم نفهم جسمنا ونتعامل معاه. لما بتتوتري بتبقي زعلانة، مضغوطة، فرحانة، حاسة بالملل، هرمون الكورتيزول في الجسم بيعلى غصب عنك. بتحسي ان انتي عايزة تروحي لحاجة مسكرة، نشويات، بتاكلي وانتي شبعانة. ده اسمه اكل عاطفي علشان تحسي بالسعادة والتوتر ده يروح، لان المخ بيفرز الدوبامين بعد ما بتاكلي بقى السكر ويحسسك بالسعادة وجميل ارتاء وجميل كل حاجة، بس انتي بعدها بتحسي بالذنب وتأنيب الضمير والإحباط. يا جماعة النوم والمشي علاج الأكل العاطفي. لازم أعالج الأكل العاطفي، لازم أعمل لنفسي تمرين تنفس، أهدى. ليه أتوتر واكل؟ طب ما أنا أهدى. أعمل لنفسي دفتر لمشاعري أكتب فيه التوتر، المشاعر، المشاكل، الضغوطات، مبسوطة. كل الحاجات دي بتعملي أكل عاطفي. لازم أبني علاقة صحية بيني وبين الأكل. دكتور شيرين هتساعدكم تبنوا العلاقة الصحية ديت في أقصر وقت ممكن، وهتتغلبوا على الجوع العاطفي. اعملوا لي سبسكرايب